البيتا الانين هو حمض اميني غير اساسي، بمعنى ان الجسم بيقدر يصنعه بس عن طريق احماض امينيه ثانيه. طب يا ترى هو مهم في ايه ونتائجه ايه؟ البيتا الانين حمض اميني مهم جدا، وده لانه بيأثر على قدره تحمل العضلات، وكذلك بيقلل من قدرتها على الانقباض، ده غير ان هو بيزود حمض الكرنوسين في الدم بنسبه 80%. في عرض جانبي للبيتا الانين انك لما تاخده بتلاقي زي تنميل في الجسم او في الجلد، حصل. وعشان كده اللاعبين بيفتكروا ان هو الافكت بتاعه في ساعتها، والكلام ده غير صحيح. ان عشان جسمك يتشبع بالبيتا الانين لازم تستخدمه على الاقل 4 أسابيع، وبكده تزود حمض الكرنوسين وتلاقي نتائج حقيقيه للبيتا الانين. طب هو بالنسبه لجرعاته ايه؟ الجرعات بتاعه البيتا الانين بتبقى من جرام لحد 4 جرام في اليوم، ممكن تاخدهم كلهم قبل التمرين او تقسمهم على مدار يومك. طب احنا عمالين نتكلم في الفوائد، اديني في الاضرار بقى. طالما بنتكلم عن المكملات الغذائيه فاحنا بنتكلم عن اكل انما في صوره بسيطه جدا، فمش هتلاقي له اضرار الا لو انت بتعاني من مشكله صحيه معينه. فلما تيجي تاخد اي مكمل لازم تستشير الطبيب بتاعك، بس تتاكد ان انت بتاخده في حدود الجرعات المناسبه. وزي ما قلنا البيتا الانين بيتاخد 1 جرام لحد 4 جرام، وممكن من ضمن الاعراض الجانبيه بتاعته ان هو بيعمل تنميل او وخز بسيط شويه اثناء التمرين، انما غير كده ملوش اي اعراض او اي اضرار جانبيه ممكن تاذيك. يا وخز